المغامرة الثانية من هذا العمل الرائع والجميل للمغامرة الستة، وهذا هو الفخ الثاني. عرضنا لكم قبل كده الفخ الأولاني من هذا العمل الجميل، وهذا الشيخ الجديد بيكلم أورهان وبيسأل الله أن يجعلك أنت نسلك سلاطين للعالم أجمع. الشيطان عدو لهم ويكلمه كلام ديني يقوي إيمانه ويرفع معنوياته، ويبقى هكذا إلى أن يتوفاه الله على هذا الإيمان وعلى هذا التصميم. ولكن يبدو أنه يريد العدل ولا يريد الحروب، لذلك يقوم بأعمال طيبة فيرسل إلى الشعوب المخالفة قادتها له، يرسل لهم مساعدات زي كده ما شفنا في الحلقة أكتر من طرد بالمنجنيق، عبارة عن أدوية لمساعدة الناس في علاج أنفسهم، والإخلاص سيتصدى لهجوم الفتن، وليقف الكرام أمام البخل مثل محارب شجاع. طبعا بياخد الحكم ديا وبيطبق منها أغلبها، لا نقول أكثرها، فلكل شخصية طباع وتربية وعرف يتمسك به أكيد. فقلاع قوية ومحكمة، وما زال الشيخ ينصح فيه، وما زال أورهان صامتا يستمع له ويأخذ منه، وبهذا يكون تغذى روحيا ودينيا بهذا الشكل من هذا الرجل. والمشاعر مثل الحسد، الغيرة، الشهوة والكبر جميعها تحت أمره، سيهاجمك بقوة أكبر كلما انتصرت وكلما أسست نظاما. يا سيد أورهان البطل. ومشهد آخر مع هذا المشكوك في أمره والذي يتقرب من حليمة وبتقول له أنا غير موجودة، وهذه الأمور. ممثلة جميلة ما شاء الله، وتقوم بما عليها من أدوار. السيدة ملهن تقول إياك أن تبتعدي، جاء الخاطبون، وهي طبعا مش عايزة تتخطب، إنها خير، هي فقط للتبديل، سأريها لأبي وهو يفك، إن كنت لن أستطيع الاعتناء انظروا إليه. لكن في حاجة، إزاي هي بتشك في هذا يعني بيتقرب منها وهو بيلاغي راجل آخر بيقول له بأن علاء الدين الرجل الثاني ومفيش فرقة في القبيلة وكده.
فأكيد جاسوس وبيتجسس على القايد. فهنا بعتقد بأنه إزاي دخل بقى على المحاربين والأمراء بأنه قائد لجند عشيرة. ما طيب ما سألوش ليه على العشيرة وتأكدهم وكده؟ يعني هذا من الحاجات الملاحظات. فعندما جاء السيد أورهان إلى هذا الجمع من المشايخ ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ونرى هنا أنه يقومون بهذه الابتهالات. وهذا كان مشهد الشيخ وأورهان. أما جروكتاي وباقي القبيلة بيدوروا على أورهان، لأن أورهان سابهم ومشى كده لوحده، وبيقولوا سيدي سيدي أورهان، وبينادى عليه هنا. الغابة دي غابة سياحية في تركيا، وبيصوروا فيها المشاهد. كان خلفي الآن بيتكلموا على أورهان قبل ما يمشي، وهيروحوا يدوروا عليه وكده، ووجدوا أن المكان اللي كان بيصلي فيه خالي منه، وهو راح وقابل الجيوش وكده، وهو لوحده. هو ده قبل ما يقابل الشيخ ويستمد منه القوة. مية رايقة، عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني. طبعا يقال بأن أغلب الديانة التركية كانت إسلام طبعا، ولكن مش صوفيين أو يعني في منهم صوفي، وفي يعني أشكال كتير. أو طائف كتير. وهنا الفخ اللي عمله وفيهم وهذه الأمور. الله حي، الله حي. علينا دائما أبدا. كما نرى المشايخ في بداية ابتهالهم الله الله يا الله، وبيذكروا الله عز وجل إلى أن يأتي السيد أورهان، وكما رأينا يأخذ النصائح من هذا الرجل ويقوم ببعضها،
الطريقة كما قلنا طريقة صوفية وهذه الأمور. وهنا وهو يحرك الاتفاق الذي أتى به علاء الدين وشاهين باشا، هذه الاتفاقية ستعقد بالدم. طبعا الممثل هذا كان رائعا في قيادته لسلطنة الشام. وهنا حسنا ليكن كذلك. طبعا الاتفاق هيبان وقوة علاء الدين هنا وتهديده لتيمور لانش، ويقول له الاتفاقية خذها وانا هجيب لك الذهب، وافضل من ان الحرب يحصل وتحترقم بال50 جندي اللي انا مخليهم برا لحمايتي، بشرط ان تختم هذه الاتفاقية. طبعا دي الاتفاقية اللي شفناها حرقها من شوية وكده. تيمور تاتش كفاني صبرا عليكم، سندفع وسنفعل وسنكون سندفع ضرائب بورصة لسنة في الحال. فلنتفق أولا، يعني بورصة اللي عايزين يحتلوها بها يدفع ضرائبها مقدما. لذلك أقول بأن أورهان ذكي في التفكير ويريد أن يضمن عدم اعتداء هذا الرجل المغولي القوي، ويعطيه ذهب مما يكسبه من الآخرين. اتخذ قرارك الآن، ومثلهم أقسموا ألا يسمحوا معي 50 محاربا في الخارج ينتظروا إشارتي، هيهدموا من مكان ويحرقوه. إما أن نجلس ونتحدث. قوة أورهان مع تيمور تاتش رائع. وإن شاء الله سوف نلتقي في فخ آخر من هذه المغامرة السادسة بإذن الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.